السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع أيمن. الأهلي وباتشوكا نصف نهائي قبل مباراة ريال مدريد المرتقبة والمنتظرة. طبعا كان نفسنا الأهلي يأدي أداء أحسن من كده، أفضل من كده، ونقابل ريال مدريد في النهائي، لكن للأسف اللي حصل إن الأهلي تعادل في الوقت الأصلي الوقت الإضافي، وفي ضربات الجزاء حدث لم يحدث من قبل. الأهلي تقدم 2-0 أول ركلتين، هما ضيعوا أول ركلتين، احنا جبنا أول ركلتين، والتالتة جبنا التالتة، وهما جابوا التالتة، بقى 3-1. دخل كهربا شوط الرابعة، ضيع بالعونة جامدة، بعديه عمر كمال بالعونة أكتر ضيعها، رجع باتشيكو تاني المباراة وتعادلوا تاني، ضربة وضربة لحد ما كسبوا المباراة بضربات الجزاء. كهربا أخطأ إنه لعب رابع واحد، كان المفروض السولية بيرسي تاو حد منهم اللي يشوط. كهربا أخطأ وأخطأ في المباراة، ضيع هدف انفراد ما يضيعش من أخطاء كهربا. كهربا في أسوأ حالاته، ولكن الخطأ الأكبر خطأ كولر، إن هو نزله مكان وسام أبو علي. وسام أبو علي الهداف الأول الأهلي، واللي مفيش أفضل منه ولا أقوى منه في النادي الأهلي، كان هو الأمل بتاعنا في المباراة ديت. طلعه ونزل كهربا اللي مش جاهز ومش في حالته، مش في فورمته، لكن للأسف الماتش ضاع، وكان أحد الأسباب كولر وكهربا. طبعا بعد المباراة حدثت محادثات ومشادات ما بين لاعبي الأهلي والجماهير. الشناوي انفعل مع الجماهير بسبب غضبه على كهربا، وحاول يدافع عنه ويتكلم مع الجماهير، لكن الجماهير كانت رافضة وغضبانة جدا. وده آخر أخبار النادي الأهلي. نتمنى إن شاء الله في المباريات القادمة نعوض، والكؤوس القادمة نعوض كل الخسائر اللي حصلت للأهلي. وكالعادة يا سادة، الأهلي سر السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.